الأصنام بتاعته مهندسة وهنتصر لرب، تقعد بقى تعبد لحد ما توفي، تقوم راجع روحك نفسك للجسد اللي في القبر وتنام لحد النفخ. ما حدث خلال الأيام الماضية قضية هزت الرأي العام وجمعت بين الغموض والألم والجدل. إنها قصة الطبيب المصري ضياء العوضي الذي تحول اسمه خلال أسابيع من طبيب على منصات التواصل إلى قضية رأي عام معقدة انتهت باختفاء غامض ثم خبر وفاة صادم من داخل دبي. بدأت القصة عندما أعلنت أسرة الدكتور ضياء العوضي وهو استشاري تغذية علاجية يبلغ من العمر 47 عاماً اختفاءه بشكل مفاجئ. كان ذلك في تاريخ 12 أبريل، حيث انقطعت الاتصالات به وهو في زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في مدينة دبي. زوجته الدكتورة ميادة ظهرت في بث مباشر مؤثر ناشدت فيه الجميع للمساعدة، قائلة أن جميع هواتفه أغلقت فجأة وأنها لا تعرف شيئاً عن مصيره. الأسرة تقدمت بطلب رسمي إلى وزارة الخارجية المصرية وبدأت تحركات دبلوماسية للبحث عنه. خلال أيام الاختفاء تصاعدت حالة من الجدل والقلق. البعض تداول أخباراً غير مؤكدة عن وفاته، لكن محاميه نفى هذه الأنباء في البداية، داعياً إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والانتظار حتى صدور بيانات رسمية. لكن الصدمة كانت أكبر مما توقع الجميع. اليوم وبالتحديد صباح الأحد جاء التأكيد الرسمي المرعب. مصادر دبلوماسية كشفت أن الجهات المختصة في دبي عثرت على جثمان الطبيب ضياء العوضي داخل مقر إقامته. والأكثر إثارة للصدمة أن السلطات اكتشفت الواقعة بعد مرور 24 ساعة كاملة على حدوثها. السؤال الذي يقفز إلى الذهن فوراً: كيف يمكن لشخص أن يبقى ميتاً يوماً كاملاً دون أن يشعر به أحد؟ هذا الغموض دفع الجهات الرسمية في الإمارات إلى فتح تحقيق عاجل. النيابة العامة والطب الشرعي يعملان الآن معاً لكشف ملابسات هذه الوفاة. التنسيق مستمر بين الجانبين المصري والإماراتي، والقنصلية المصرية في دبي تتابع التطورات لحظة بلحظة لضمان وضوح كل التفاصيل وللتواصل مع أسرة الفقيد. حتى الآن وحسب المصادر الرسمية لا توجد أي معلومات أو دلائل تشير إلى وجود شبهة جنائية، لكن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، والفريق الطبي الشرعي يقوم بالإجراءات اللازمة لتحديد السبب الدقيق للوفاة. الكل ينتظر التقرير النهائي الذي سيكشف خلال الفترة المقبلة الحقيقة الكاملة وراء هذا الرحيل المفاجئ. ولفهم القصة بشكل أعمق لابد أن نعود قليلاً للوراء. من هو الدكتور ضياء العوضي؟ ولماذا كانت حياته الشخصية والمهنية مثيرة للجدل أصلاً؟ ضياء العوضي لم يكن طبيباً عادياً. بدأ حياته كطبيب تخدير وعناية مركزة وعلاج ألم، لكنه اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ما يسمى بنظام الطيبات، وهو نظام غذائي يعتمد على الامتناع عن مجموعات غذائية واسعة. هذا النظام رغم أنه جلب له ملايين المتابعين إلا أنه قوبل بانتقادات حادة من المؤسسة الطبية الرسمية. أطباء ونقابات حذروا من أن هذه المعلومات تفتقر إلى الأدلة العلمية والتجارب السريرية المعتمدة، وأنها قد تشكل خطراً على المرضى الذين قد يتوقفون عن أدويتهم الأساسية بناءً على هذه النصائح غير المثبتة. هذا الجدل تصاعد إلى درجة إحالته للتحقيق. النتيجة كانت قرارات قاسية ومتلاحقة. في مارس الماضي أصدرت نقابة الأطباء المصرية حكماً بإسقاط عضويته وشطبه من سجلات النقابة، وتبع ذلك قرار من وزارة الصحة المصرية بإلغاء ترخيص ممارسة المهنة وإغلاق عيادته. كما أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً بمنعه من الظهور الإعلامي. الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل تورط في دعاوى قضائية جديدة، منها ما رفعته أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بسبب تصريحات اعتبرتها مسيئة. بهذا الضغط الهائل غادر الطبيب مصر إلى الإمارات واستمر في بث محتواه، لكن القدر كان له رأي آخر، ليأتي الخبر المحتم بوفاته في ظروف لا تزال غامضة. الآن ومع استمرار التحقيقات في دبي تبقى الأسئلة الكثيرة معلقة. هل ستكشف تقارير الطب الشرعي عن سبب طبيعي للوفاة، أم أن هناك تفاصيل أخرى لم تظهر بعد؟ الأسرة تنتظر إجابة، والجمهور يترقب، والعدالة في الإمارات تعمل بهدوء لكشف الحقيقة. سنبقى متابعين لهذه القضية المؤلمة، وسنوافيكم بكل جديد فور ظهور نتائج التحقيقات الرسمية. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو قادم.